ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ازيك يا عمده؟ ازيك يا نوسة؟ ازيكم حبايبي؟ وحشتونا جدا 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 جدا. احنا جينا لكم بسرعة اهو. هنعمل النهاردة حاجة كلنا بنحبها. قلنا بقى ايه، الصيف داخل علينا هابب هبة جامدة. فنعمل بقى ايه الاكل اللي احنا قلنا بقى ايه بأقل كمية. نعمل بقى الاكل، بس ما تنسوناش في الاشتراك والتفعيل زر الجرس، والناس اللي الاشعارات مش بتوصل لها تطلع وتدخل تاني. وبنعتذر تاني عن تأخيرنا، وان شاء الله هنبقى عند حسن ظنكم على طول. معانا ربع كيلو لحمة، ومعانا بصل، ومعانا فصين توم. الاول هننزل بجزء من البصل، وحاطين مادة دهنية او اهو زي ما انتم شايفين كده، بس عشان البوتاجاز بيسخن لسه. زي ما انتم شايفين حاطين حبة بصل اهو، بس بشرينه زي ما انتم شايفين اهو. كده يبتدي البصل يدبل معانا، وبعد كده ننزل عليه باللحمة. يا جماعه بعد اذنكم، بس اللي يعني حاولوا تشتركوا كده، واللي ما بتوصلوش اشعار يعني يطلع ويدخل تاني القناه، عشان خاطر احنا في ناس كتيره قوي يعني اتشالت من عندنا والله. واحنا اسفين برضو مرة تانية على التأخير، وان شاء الله هنكون عند هنستمر معاكم باذن الله. هن هندبل بس البصل ونرجع لكم تاني. ونحط بعد كده اللحمة عليها ونرجع لكم. اهو يا حبايبي حطينا البصل، وبعدين حطينا فصين التوم، وبعد كده نزلنا باللحمة زي ما انتم شايفين اهو، سامعين. وبعد كده ننزل ايه بقى، طماطمية مقطعينها شايلين منها لحم الطماطم بس. تمام. دي اختياري برضو، دي اللي تريكاية يحب اختياري. يعملها يعملها. يعملها، ما بيحبش براحته بقى اهو. نحطها كده معاهم، وننزل بقى بالفلفل، معلقة فلفل اسود لازم يتبخر، وملح وسنة شطة. دي كده لازم تتبخر اهو. اللي عايز يبقى سبايسي يزود، عايزها من غير سبايسي زي كده يحط سنة خفيفة اهو. كده خلاص. هنعمل ايه بقى الخطوة اللي جاية؟ هنعمل الصلصة بتاعتها. احنا هنعمل الطاجن زي بتاع بره بالظبط، زي بتاع المحلات بتاع الكشري. طبعا هنعمل الصلصة يا موسى زي صلصة الكشري بالظبط. في بس ناس بتعملها بالثوم. هنعملها خفيفة عشان الله خاطر ينور عليكي، مش هنعملها تقيلة، هي تاخد بس غلوة. وبعد كده نرجع لهم بالتركاية دي كده تاني. كده احنا اهو سامعين كده بقى كده ايه. خلاص، كده تمام. تعتبر تمام. هنحط بقى نعمل الصلصة، خليكم معانا. هنبتدي نعمل الصلصة. ويا حبايبي حطينا مادة دهنية، زيت أو سمنة وتومة. وفي ناس بتحطش بصل، احنا بنحب نحط حتة بصلة كده معاها. هنبتدي بقى نشوحها كده واحدة واحدة. وأول ما تبتدي تحمر ننزل بإيه، بعصير الطماطم الفريش زي ما انتم شايفين اهو، عصير الطماطم الفريش. ومعانا بقى ايه، كيس يعني يعني يوازي كده بالظبط معلقه ونص صلصه، عشان انتوا عارفين احنا ما بنحبش الصلصه اي نوع يعني. صلصه بتحطيها عشان بس يدي اللون الاحمر. تمام. خليكم معانا، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله كده نتحمس، علشان الحماس هو اهم حاجه. الناس حبايبنا اللي رجعنا واخدين يا جماعة للحماس لازم تاني وكل نتحمس. حاجة ان يعني. شاء الله نرجع كده نبقى احلى عيلة في الدنيا بيكو. واحنا اسفين على التأخير، وان شاء الله نكمل. واول ما تبتدي تحمر هننزل عليها بالصلصة بالطماطم. تمام. خليكم معانا لحظة بلحظة. اهو يا حبايبي البصلة احمرت اهي. مع التومة هنحط بقى هننزل. الطماطم. تمام. وننزل بقى بالكيس الصلصة. تمام. ونقلب. اظن هو باين، بصوا لونها احمر وجميل هي مش ازاي محتاجة يعني. اساسا. ونحط الملح، دي لازم تتبخر، وشطة وفلفل. برضو اللي بيحب كمية سبايسي ما يزود، لكن كده كده في المعقول يعني. تمام. ونحط سنة خل، مش كتير، على اساس تبقى زي برضو صلصة. تاخد بقى غلوة، ونبتدي نركب بقى الكميات كلها مع بعض. نركب الطاجن بتاعنا. خليكم معانا لحظة بلحظة. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، واللي وصل معانا لغاية دلوقتي لو سمحتوا يعني اللي ما اشتركش يشترك بعد اذنكم.
هو حبايبي هنبتدي بقى نركب هو طبعا الطاجن. عند الحلوانيه نوسة اللي هو بتاع الكشري بيبقى ألمونيوم معدن. احنا هنا بقى نعمله في الفخار في البيت، طاجن متوسط كده. ننزل كده باللحمه المفرومه اللي عملناها اللي على الصاج اهو. يا سلام، واحده واحده كده قدامكم اهو. دهنين طبعا احنا الطاجن بايه، بزيت بسمنه زي ما انت عايزه. طبعا مش عايزين نقول لكم يعني كل واحد حسب كمية كل واحد على كل حسب واحد. ايه. احنا بنحاول نقتصد يعني. الطاجن ده كده بياخد ربع كيلو لحمه، يعني برضو عشان يبقوا معانا في الصوره برضو نوسة. يعني الحجم ده كده بياخد ربع كيلو من اللحمه المفرومه مع بصله مع طماطمايه. لازم نضغط نعمله عليه جامد، كده نضغط عليه جامد اهو. عشان تمام اهو، احنا عملناه كده اهو. ننزل بقى بايه بقى. دايما بتتعمل ايه بقى بالمكرونه البني اللي هي القلم. ننزل كده واحده واحده اهو. اي نوع مكرونه عندك قلم، بس ما نملاهوش للاخر. ونضغط كده ليه بقى يا نوسة؟ عشان هي هتزيد. عشان هي هتزيد، برافو عليكي. الطاجن ده بياخد من 350 ل 400 جرام، يعني معاكم المقادير اهي، راجع لكم بكل تفاصيل. بالجرامات يعني. وطبعا الصلصه الجميله اللي في عملناها الاخر بقى نحط الصلصة سخنه جدا. هننزل كده، وخفيفة اهي برضو شايفين، ولونها جميل جدا جدا. ننزل بالراحه. لو احتاجنا نزود ميه عليها نزود، تمام، عشان هي المقادير مظبوطة وتمام يعني. نعمل ايه بقى كده. لا هنحتاج سنه ميه بس شوية كده اهو زي ما انتم شايفين كده، بحيث ليه بقى اللهزه دي، علشان كل الصوص ينزل لتحت. الله ينور عليكي. شايفين البكبكه؟ هو لسه بقى هنلفه. لازم بقى نكمره. يبقى هما في المحلات بيحطوا بيغطوه بغطا اللي هو الطاجن الألمونيوم ده. احنا بقى هنعمل احنا عشان ما فيش غطا لده هنلفه بفويل. والفويل احسن يعني عشان تكمره اكتر يعني. نعمل كده واحده اهو. قفلناها اهو بواحده نجيب وعملنا واحده ثانيه، واحده ثانيه اهو. يبقى كده ايه، احلى طاجن. ونسيبه على الرف اللي في النص 35 دقيقه ليه، على مهلك كده، وهنكشف عليه ونشوف عبال الدنيا المكرونه يعني ما ايه ما تستوي هو تستوى. اصلا. احنا بالرف اللي في النص عشان ما يتحرقش من تحت. تمام، هندخله الفرن ونرجع لكم تاني. بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ونطلع على الفرن. شايفين بقى طلعناها من الفرن. بصوا اللون. سيبناه يهدى شويه عشان سخن. تمام، هنجيب طبق ونحط كده، ونبتدي نقلب كده بالراحه اهو. اهو قدامكم اهو. على مهلك على مهلك بس عشان هو سخن اهو قدامكم. مفيش لا سحر ولا شعوذه، لا شحر ولا شعوذه شحر وشعوذه. شايفين اهو. كان هنرفعه كده بالراحه لا، واحده واحده اهو قدامكم. ايه رايكم؟ بصوا ايه رايكم بقى؟ طلع تحفه اهو. اهو شايفين؟ ايه رايكم؟ يعني هو مستوي والمكرونه مستويه وكله تمام يعني. شايفين المكرونه اهي؟ بصوا السوا بتاع المكرونه اهو. بصوا البخار، البخار طالع. هما شايفين البخار اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاجه كده بسيطه من ربع كيلو تقدري تعملي احلى طاجن زي بتاع بره اللي بقت مكلفه دلوقتي الاسعار بره. وشايفين ولا اي حاجه ولا افتكاسات، كل حاجه عملناها قدامكم بالظبط. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واللي مش بتجيله اشعارات مننا يا جماعه لو سمحتوا يطلع ويشترك تاني، وان شاء الله تجيلكوا كل الاشعارات. معلش محتاجين دعمكم معانا عشان الفتره اللي غيابنا دي اثرت جامد معانا يعني. ربنا معاكم ودعواتكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد قريب جدا جدا جدا. باي باي.